ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة الرز الابيض المصري بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومضمونة 100%. الناس اللي عندها مشكلة الرز بيعجن معاها، الرز بيلزق في الحلة، لا، الكلام ده كله معانا مش موجود. هتعملوا الرز بطريقة جميلة جدا جدا وبسيطة ومفلفل وجميل. الله على الجمال، شايفين الجمال؟ تابعوا بقى معايا الفيديو عشان تعرفوا انا عملته ازاي. مع بعض بقى الرز الابيض. محتاجين مع بعض حلة على النار فيها حبة زيت اهو، وهنسيب بقى الزيت يسخن كده على النار. ومعانا بقى الرز الابيض المصري العادي، غسلينه اهو، مصفينه من المية. هنستنى الزيت يسخن وهننزل على الزيت بالرز، نديله تشويحة كده في الزيت وبعدين ننزل عليه بالمية المغلية. طبعا لكل بقى الناس اللي بتعمل الرز وبتشتكي مثلا بيطلع لازق في الحلة نص وبيطلع معجن معانا، لا، الطريقة دي هتطلعوا معاكم مظبوط 100%. التزموا بالتعليمات اللي هقولها لكم، والطريقة دي هتطلعوا معاكم مظبوط ومفلفل وجميل جدا جدا. ادي الزيت اهو، سيبناه شويه كده سخن. هننزل بقى بالرز. انا عندي هنا كوبايتين، 3 كوبايات سوري من الرز الابيض، انا غسلاهم اهو. قد الرز بياخد ميه، الرز المصري بتاعنا العادي ده قد الرز بناخد ميه، يعني احنا عندنا 3 كوبايات رز هناخد 3 كوبايات من الميه المغليه. طبعا هنغلي الميه في الكتل دلوقتي، هنحطها كده في الكتل تغلي على ما نشوح الرز تشويحه وننزل عليه بالميه المغليه. عايزه اقول لكم برضو ان مش كل انواع الرز بتاخد نفس الميه، بس ده الرنج الطبيعي بتاع اي رز مصري عادي بتاعنا. الرنج الطبيعي ان عدد قد الرز بنحط ميه مغليه، انما في رز بياخد ميه اكتر. في انواع رز بتاخد ميه اكتر، في انواع رز بتاخد الميه بالظبط زي ما قلت لكم اهو. فانتوا هتجيبوا النوع اللي انتوا بتحبوه، وايه اللي انتوا عارفينه. النوع اللي بتجيبوه بقى هتعرفوا الميه بتاعته، هتحطوا الميه قد الرز بالظبط. اذا احتاج ميه هتزودوا له ميه مغليه، وتعايروا بقى الرز ده النوع ده مثلا بيحتاج ميه ازيد تبقوا عارفين، فهتزودوا الميه مثلا ربع كوبايه نص كوبايه على قد ما الرز ياخد. انما في الرينج الطبيعي زي ما قلت لكم الرز بياخد نفس كمية الرز بنحط مية مغلية. هنا 3 كوبايات من الرز اهو، هنحط عليهم 3 كوبايات من المية المغلية. بقى هنشوح الرز كده اهو في الزيت. اللي مثلا عايز الرز معاه يبقى طعمه احلى، مثلا عاملين عزومة وعايزين الرز معاكم يبقى طعمه احلى، بدل لما حطيته الزيت بس هنحط عليه كمان معلقة سمنة بتخليه طعمه حلو. ومثلا لو عايزين النكهة بقى التيست يبقى اعلى، لو عندكم شوربة بدل كمية المية اللي احنا هنحطها ممكن تحطوا كوباية مية واحدة وتحطوا بقية المعيار شوربة، بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. بس طبعا لو حطينا شوربة هنخلي بالنا من الملح بتاعنا عشان الشوربة بيكون فيها ملح. هنقلبه بقى كده لغاية لما ياخد تشويحة كده عشان يطلع مفلفل معانا وجميل. في الوقت ده بقى حطينا 3 كوبايات مية في الكتل يغلوا، وهنحط الملح بتاعنا دلوقتي اهو. يفضل تخلوا عندكم معلقة دايما تعملوا بيها المعيار بتاع الملح بتاع الحاجة بتاعتكم. يعني انا مثلا عندي المعلقة الصغيرة دي اهي، شايفين المعلقة دي انا بعاير بيها. حطيت 3 كوبايات رز، بحط 3 معالق من النونة خالص، دي اصغر من المعلقة العادية اهي. اهي 1 2 3. لو حابين تحطوا بالمعلقة الصغيرة يبقى معلقتين صغيرين من الملح بس. ونقلبه كده بس. نيجي بقى المية غليت معايا اهي، هننزل بقى بالمية المغلية عليه على الرز بتاعي اهو. ننزل بقى بالمية المغلية بس. نقلب بقى الرز كده، قلبنا بقى الرز في المية اهو والملح بس كده، مفيش اي اضافات تاني اهو. بس كده هنغطي بقى الحلة. النار عندي زي ما انتوا شايفين
انا عاملاها النار عاليه، يعني اعلى من المتوسطه بشويه. هسيب النار عاليه عليه كده لغايه لما الميه تتشرب من عليه. اما الاقي الميه افتح عليه كده الاقي الميه، شايفين هو لسه فيه ميه، الاقي الميه اتشربت من عليه هقوم اوطي بقى خالص. هتبقى ايه النار مولعه سنه صغيره خالص خالص عشان الرز ما يلزقش معايا، واسيبه بقى يستوي. هو ما ياخدش وقت سوا، مجرد ما تتشرب الميه هوطي عليه خالص واسيبه لغايه لما يستوي، وهوريكم احلى رز هتاكله. شايفين ادي الميه بتاعتي اتشربت اهي. هقلب بقى الرز تقريبا اول ما الميه اتشربت كده. مش عايزين نفتح الرز كتير عشان هو بيستوي مع البخار. هقلبه بس اول مره كده تقليبه اهو. اهي كده اهي. بس اغطي عليه بقى وهوطي النار عليه، اخليها واطيه جدا، اقل حاجه خالص عندكم في البوتاجاز، وتسيبوا الرز بقى يستوي. هياخد ربع ساعه بالكتير وهتاكلوا احلى رز. ادي الرز اهو بعد ما استوى. هغرفه بقى معاكم واوريهولكم. عايزه اوريهولكم بس. شايفين قد ايه مفلفل ومستوي وجميل؟ شايفين؟ هغرفه بقى واوريكم شكل الطبق في الاخر. ادي شكل طبق الرز بتاعي. عايزه اقول لكم طعمه جميل ومفلفل ومش معجن خالص، ومفيش رز لزق في الحله، وجميل جدا جدا. جربوه، ما تنسوش تقولوا لي رايكم. ولو مش مشتركين في القناه طبعا اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.